انا عارفه ان بعد الفيديو دون ناس كتير قوي هتزعل مني، واصحاب المحلات بالذات هيزعلوا مني جامد جدا جدا على رز الصياديه اللي انا هعمله والسمك بالطريقه السهله اللي احنا هنعمله، باسهل من كده مفيش. طبعا معانا هتجهزي السمك بتاعنا، هتخليه على جنب، وهتبتدي ان انت تجيبي نص كيلو من الرز، معلقه سكر كبيره، بصلايه كبيره هتقطعيها او تبشريها. وبعد كده هنزل بحوالي 5 معالق من الزيت على النار، اول ما تقدح هروح نازله بالسكر. يا جماعه الوصفه دي بتاعه المحلات، هتطلع لك الرز بني اللي انت بتبقي شارياه من المحل بالظبط. احنا بقى هنعمله في البيت وباسهل طريقه خالص. اتفرجي معايا على الفيديو من الاول لحد الاخر علشان ايه تعملي الوصفه بالظبط. بس اهم حاجه طبعا ما تنسوش اللايك والمتابعه، وتعملوا الفيديو شير عشان يكبر لاكبر، يوصل لاكبر عدد. وطبعا ما تنسوناش في اللايك طبعا. زي ما انتم شايفين انا حطيت المعلقه السكر، وطبعا هتبتدي ان انت ايدك تكون فيها، واوعي تسيبي الحله وتمشي او اي حاجه، ولا تخافي ان هي تتحرق منك ولا اي حاجه خالص. زي ما انت شايفه كده، هي انت شايفاها ان هي بتتحرق، لكن لا، هي بتدي لون بني. اول ما الزيت بتلاقيه ان هو جاب لون بني كده، بتروحي راميه البصلايه اللي انت خرطيها معانا او بشرتيها، وهتبتدي ان انت تحمريها برضو، تستني عليها لحد برضو البصلايه ما تتحمر كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هتكوني مجهزه جنبك على طول كوبايه ميه، تجهزي اول ما تحطي البصلايه تروحي مجهزه جنبك كوبايه ميه، علشان خاطر هقولك هنعمل ايه. هنبتدي بقى ان احنا ننزل بكوبايه الميه. انا هحط كوبايه وربع من الميه، وهسيبها تاخد غلوة على النار، وبعد كده هنرجع لها تاني بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما تخافوش من اي حاجة، الوصفة هتبقى ناجحة معاكم من الالف لحد الياء، بس خليكم ماشيين معايا. وخلاص كده بقى رجعنا لها بعد ما المية غلت. اول ما بتاخد اول غلوة، بس اول ما تغلي اول غلوة بنروح نازلين بنص كيلو الرز بتاعنا، او على قد يعني على حسب ما انت عايز تعملي كيلو، بتكبري البصلاية كبيرة وبتكتري شوية السكر، تعملي معلقة ونص. وهبتدي بقى ان انا اديها تقليبه، وهحط الملح بتاعها، وهسيبه بقى ان هو ايه يعني ياخد السوا بتاعه براحته خالص. اول ما ياخد غلوه بتروحي موطيه عليه، مش طافيها بتروحي موطيه عليه خالص اول ما ياخد غلوه. وطبعا الحركه دي جميله جدا جدا، ان انا اعرف الميه بتاعتي مظبوطه، ان انا بحط المعلقه في النص الحله كده. بعرف ان الميه بتاعتي كده مظبوطه خلاص، مش هحتاج ان انا احط ميه. وتعالوا بقى نروح للسمك عقبال ما الرز يستوي. خلاص كده بقى السمك بتاعنا اهو، يا دوب بتشطفيه شطفه والتانية والتالتة، وتروحي جايباه حطاه كده ينشف. وزي ما انت شايفه انا بوريكي الدماغ بتاعته مادام حمرا كده، الغشيش بتاعته، اعرفي ان السمك ده هيطلع معاكي زي العسل. طبعا هنجهز معانا ليمونتين، 5 فصوص من الثوم. هنجهز معانا يكونوا مبشورين. هنجهز معانا معلقة ملح كبيرة، هنجهز معانا نص معلقة فلفل اسود، وهنجهز معانا معلقتين كمون من الكبار، وطبعا جزرتين مبشورين. هبتدي ان انا احط كل ده على بعضه، هنزل بالمكونات دي كلها على بعضها، وبعد كده اجيب بقى حوالي معلقتين من الكبار الخل، وهروح نازله بيهم برضو على الوصفه. وهتبتدي بقى ان انت تجيبي كوبايه وربع من الميه، مج كده، او هتحطي كوبايه وربع. تقولي ازاي؟ اقولك زي الناس، اسمعي بس مني وجربي مش هتندمي. والوصفه معاكي، انا معاكي لحد الاخر. اكيد مش هجيب سمك يعني ايه من بره، معمول من بره، وهقولك ده اللي انا عاملاه. لا، انا ما بعملش كده خالص، ما بعملش خالص كده في صفحتي. وهتبتدي ان انت تقلبي كاش الملح يبوش. وتعالوا بقى نروح على النار نعمل السمك. زي ما انت شايفه هتكوني مجهزه جنبك شويه رده في ايدك كده، وهتاخدي سمكيه سمكيه تروحي حطوها بالشكل ده، تغرقيها في الرده، وتروحي حطها على النار. اي صاج عندك او عندك شوايه ماشي، بس عشان انا ما عنديش شوايه فبستعمل الصاج بتاع الفرن الصغير عندي.
طبعا زي ما انتم شايفين انا بعملها في الرده واروح نازله بيها على النار. ممكن تحطي نقطه زيت لو مش عايزه، ما تحطيش، زي ما بيشوا بره بالظبط. طبعا الدخان طالع شويه بس عشان الكاميرا، وغير كده انت هتبقي مشغله الشفاط، يعني كل ده هيطلع اصلا في الهوا، مش هتحسي ان انت شويتي حاجه ولا عملتي اصلا سمك. شايفه الجمال ده كله؟ طبعا بتديها تقليبه كده مع التانية، تلاقيها بسم الله ما شاء الله استوت معاكي وبقت زي الكهرمان بالظبط. يعني حاجه كده عظمه. انا بصي يعني سايبالك الكاميرا وعماله اوريكي انا بعملها ازاي. بسم الله ما شاء الله، حاجه بجد يعني طعم وريحه والله العظيم ما في بعد كده. حاجة جميلة جدا جدا جدا. وطبعا بعد ما خلصتها بروح مطلعها في الصاج التاني اخد اللي انا بشوي فيه، وطبعا بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض هروح نازلة على طول كده عليها، هروح مشربوها من الخلطة، يعني الخلطة تخش فيها كلها جواها من غير ما ترشي ملح ومن غير ما تحطي اي حاجة. احنا حاطين كل حاجة في الخلطة زي ما انت شايفة بسم الله ما شاء الله. يعني كده خلصنا السمك، نركنه على جنب وتعالى نعمل السلطة. مش هتاخد معانا دقيقة واحدة. هنجيب طماطم وخيار وفلفل وجرجير وبشرت كده ايه جزر، جزرتين. طبعا لو انتي عندك بقدونس حطي بدل الجرجير، ما عندكيش عادي استعملي الجرجير وممكن ما تستعملوش، يعني على حسب ما انتي ما بتحبي السلطة ازاي. وطبعا هنبتدي ان احنا نخرطهم كلهم، ويعني هنعمل شوية سلطة كده عظمة يتاكلوا جنب السمك. يعني تحسي ان انت اساسا الاكله دي انت شارياها من بره، ما وقفتيش ولا عملتيها ولا اي حاجه. حاجه كده سهله وبسيطه وتقدري ان انت تعمليها باسهل حاجه خالص عندك. وبكده خلصنا التخريط. هجيب الطماطم وهنخلصها هي كمان. السلطه مش هتاخد يا جماعه في ايديكوا حاجه، بس اهم حاجه وانتوا بتعملوا الطماطم تشيلوا الحته السودا اللي بتبقى فوق دي، علشان بتبقى بعيده عنكم شويه، بتبقى ساعات فيها دود. زي ما انتم شايفين انا جبت بقى بصلايه، هزود بصلايه معايا. البصل ده جميل جدا وناس كتير قوي بتحبه على السلطة، وفي ناس ما بتحبوش، وفي ناس بتزود توم كمان على السلطة، وفي ناس لأ. احنا كده خلصنا السلطة بتاعتنا. تعالي بقى نحط الحاجة بتاعتها اللي هنحطها لها. هنحط شوية من جبس الرمان، وشوية من الكمون، يعني حوالي نص معلقة، وحوالي نص معلقة ملح. وهنزل بليمونية، اعصر ليمونية عليها. وبكده مش هنحط اي حاجة تاني علينا غير هو حوالي معلقتين من الخل هحطها عليها وخلاص. على كده تبقى السلطة بتاعتنا جاهزت. وطبعا انت بتحبيها حراقة تقدر ان انت تخرطي فلفل شطة، او ممكن ان انت تحطي شوية شطة من غير ما تخرطي فلفل. وبكده خلصنا الاكل بتاعنا وبألف هنا على قلبكم. زي ما انتم شايفين الرز بسم الله ما شاء الله جميل ازاي، استوى بقى زي الكهرمان، والسلطه بقت جاهزه معانا والسمك. واهم حاجه ان انت متنسوش تحطوا لنا لايك والتعليق وتعملوا شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد. وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وبألف هنا على قلبكم وعلى قلبنا، ومع السلامه.